مساء الخير وأهلا بيكم. في سؤال كده يعني دايما بيتكرر وبيشغل بال ناس كتير قوي. لو حد خلينا نقول مهتم بقطاع معين بيحبه فعلا متابعه بشغف، زي مثلا الأدوية أو يمكن العقارات أو حتى السياحة والفنادق وكده، طيب إزاي ممكن الشخص ده يستثمر في المجال ده وهو كل اللي يقدر يوفره مبلغ ممكن يبين بسيط، يعني يقول 1000 جنيه كل شهر مثلا؟ هل ده مجرد حلم ولا في طريقة؟ النهاردة بقى إحنا هنركز قوي على فكرة لفتت نظرنا جدا، جاية من مجموعة مقتطفات عنوانها الاستثمار الجزئي بمال قليل في البورصة. والمادة دي بتقدم تصور يعني مختلف شوية عن اللي متعودين عليه، طريقة ممكن تفتح أبواب كانت مقفولة قدام كتير مننا. هدفنا سوا هو إننا نفهم ونفكك إزاي ممكن ندخل مجالات استثمارية كبيرة، المجالات اللي دايما بنسمع إنها عايزة رأس مال ضخم، أرقام كبيرة يعني، لكن باستخدام نهج تاني، نهج أسهل ومتاح تقريبا لأي حد عنده بس التزام واستمرارية. وده كله بناء على الأفكار اللي في المصدر اللي معانا، الاعتقاد السائد إن دي لعبة الكبار أصحاب الملايين. خلينا نشوف بقى هل المصدر ده بيقدم فعلا وجهة نظر تانية نقدر نطبقها؟ طيب خلينا نمشي واحدة واحدة. التفكير الأول اللي بيجي في بال أي حد لما نقول استثمار في قطاع كبير زي الأدوية أو العقارات، الصورة الذهنية إيه؟ على طول بتروح مبالغ ضخمة طبعاً، تجهيز صيدلية بقى أو شراء أرض وبناء عمارة، دي كلها مشاريع بتتكلم في ملايين، صح؟ صح جدا. وده يمكن الحاجز الأول اللي بيوقف ناس كتير، طبيعي. بالظبط. لكن هنا بقى المصدر بيجي ويقول لحظة، في طريق تاني خالص، ممكن نسميه زي ما بنقول كده الدخول من الباب الخلفي للقطاع ده، والباب ده هو البورصة. تمام كده. الفكرة المحورية فعلا اللي بتطرحها المقتطفات دي هي مفهوم الاستثمار الجزئي، الفراكشنال انفستنج. الاسم ممكن يبان صعب شوية، لكن الفكرة نفسها بسيطة جدا ومهمة. معناها إن الشخص مش لازم يشتري سهم كامل لشركة كبيرة. السهم ده ممكن يكون سعره غالي عليه. لا، هو ممكن يشتري حتة من السهم ده، فتفوتة صغيرة منه. تخيليها زي ما تكوني بتشتري شريحة صغيرة من تورتة كبيرة وغالية، بدل ما تشتري التورتة كلها. يعني بدل ما أقول لازم أحوش مثلا 500 جنيه عشان أجيب سهم واحد، ممكن بمبلغ أقل 50 جنيه مثلا أمتلك عشر السهم ده. بالظبط كده. والمصدر بيأكد إن ده ممكن يحصل بشكل دوري، كل شهر مثلا، وحتى بمبالغ بسيطة. المثال اللي استخدموه كان 1000 جنيه شهريا. الفكرة مش في كبر المبلغ مرة واحدة، لأ، الفكرة في إنك تقدر تبدأ وتشارك بجزء صغير. ده بيغير قواعد اللعبة تماماً. بيخلي الاستثمار مش حاجة محتاجة تحويشة العمر، لأ، دي حاجة ممكن تبدأ فيها الشهر الجاي بمصروفك أو بجزء بسيط من مرتبك. والمصدر كمان بيلمح لنقطة مهمة، إن التكنولوجيا ومنصات التداول الحديثة هي اللي سهلت قوي النوع ده. زمان الموضوع ده ما كانش بالسهولة دي خالص. فعلا، نقطة التكنولوجيا دي بتفرق جدا، فكرة التمكين دي. طيب يبقى امتلاك أجزاء من الأسهم ده جزء، المصدر بيضيف عليه استراتيجية تانية بتكملها عشان الموضوع يبقى فعال أكتر على المدى الطويل. فكرة ال DCA، الدولار كوست افريجينج، متوسط التكلفة بالدولار، لو ترجمناها حرفي، بس الأهم نفهم بتشتغل إزاي. الدي سي اي دي استراتيجية تبان بسيطة، لكن تأثيرها قوي جدا زي ما المادة بتشرح. الفكرة ببساطة إنك بتلتزم تستثمر مبلغ ثابت، نفس القيمة، على فترات منتظمة، زي كل شهر مثلا. وبغض النظر بقى سعر السهم عامل إزاي في الوقت ده، عالي، واطي، مش مهم. يعني ال1000 جنيه بتاعت المثال بتاعنا دي هتحطها أول كل شهر في الاستثمار اللي اخترته، سواء السوق طالع أو نازل الشهر ده. بس لحظة هنا، أكيد حد هيسأل، طب لو سعر السهم عالي، مش أنا كده بشتري غالي؟ ولو السعر قليل، مش الأحسن أستنى شوية يمكن ينزل أكتر؟ المنطق بيقول كده، نحاول نشتري أرخص حاجة. ده سؤال منطقي جدا، وهو ده بالظبط الفخ اللي استراتيجية الدي سي اي بتحاول تتجنبه. فخ محاولة توقيت السوق أو الماركت تايمينج. المصدر بيوضح إن محاولة الواحد يصطاد أقل سعر وأعلى سعر دي شبه مستحيلة على المدى الطويل، حتى للمحترفين نفسهم. الدي سي اي بقى بتعمل إيه؟ لما بتشتري بنفس المبلغ الثابت، ال1000 جنيه دي مثلا، لو سعر السهم عالي، ال1000 جنيه هتجيب لك عدد أسهم أو أجزاء أسهم أقل شوية،
ولو سعر السهم منخفض نفس ال1000 جنيه هتشتري بيها عدد أسهم أو أجزاء أكتر. مع الوقت ده بيعمل إيه؟ بيخلي متوسط تكلفة السهم الإجمالية عندك أقل مقارنة بمحاولة الشراء العشوائي أو إنك تستني اللحظة المناسبة اللي ممكن ما تجيش أصلاً. أنت كده بتبعدي عن التوتر والعواطف والمضاربة وبتركزي على بناء مركز استثماري بتكلفة متوسطة معقولة، وده الأهم على المدى الطويل. فهمت. يعني هي طريقة بتبسط العملية قوي وبتبعدها عن التوتر ومحاولة التنبؤ بالغيب، يعني كأنك بتقولي للسوق أنا مش هلعب لعبتك دي، أنا ماشية بنظامي وخلاص. طيب، لما نحط الفكرتين دول جنب بعض بقى، الاستثمار الجزئي والالتزام بمبلغ ثابت شهري اللي هو الDCA، إيه النتيجة؟ المصدر بيقول ممكن نوصل لإيه بالطريقة دي؟ هنا بقى الصورة الكبيرة اللي بترسمها المقتطفات بتبان. لما ندمج المفهومين دول سوا حسب المصدر ده بيقدم فوائد مهمة جدا، بالذات للمستثمر اللي لسه بيبدأ أو بمبلغ صغير. أول حاجة ويمكن أهم حاجة، تقليل المخاطر بشكل كبير. زي ما قلنا، بدل ما تحط كل فلوسك مرة واحدة في وقت ممكن يكون وحش في السوق، لأ، انت بتوزعي استثمارك على فترات زمنية مختلفة وبالتالي بأسعار شراء مختلفة. ده بيقلل جدا أثر التقلبات اللي بتحصل في السوق على المدى القصير على مجمل استثمارك، كأنك بتبني حاجة صغير كده قدام موجات السوق. حلو التشبيه ده. الحاجة التانية، الفلوس بتبدأ تشتغل لصالحك على طول تقريبا من أول يوم. ال1000 جنيه اللي بتحطيها كل شهر دي مش بتتركن تستنى مبلغ كبير، لأ، دي بتدخل السوق فوراً تشتري أجزاء أسهم زيادة، والأجزاء دي نفسها ممكن تحقق عوايد أو أرباح تتوزع، والأرباح دي ممكن ترجعي تستثمريها تاني. ده بيشغل بقى قوة العائد المركب حتى لو كانت البداية بمبالغ صغيرة. نقطة العائد المركب دي مهمة فعلا. فكرة إن الأرباح نفسها تجيب أرباح كتير بنسمع عنها، بس يمكن مش بنربطها إنها ممكن تحصل بمبالغ شهرية بسيطة زي دي. طيب، مع الوقت بقى، شهور وسنين من الالتزام ده، ال1000 جنيه الشهرية دي في القطاع اللي أنا بحبه، شكل المحفظة الاستثمارية بتاعتي هيكون عامل إزاي في الآخر؟ وهنا بتيجي النتيجة اللي المصدر بيوصفها إنها ممكن تكون مفاجأة لناس كتير. مع الاستمرارية وتطبيق الاستراتيجيتين دول سوا، الشخص بيلاقي نفسه بعد فترة، ممكن سنة، 2، 5 أو أكتر، مش بس دخل القطاع اللي بيحبه، لأ، ده بقى عنده محفظة استثمارية متنوعة. متنوعة إزاي؟ يعني مش مجرد أجزاء في سهم شركة واحدة وخلاص، لأ، ممكن يكون بيوزع ال1000 جنيه دي كل شهر على أجزاء أسهم في مثلا 3 أو 4 أو 5 شركات مختلفة، بس كلهم جوه نفس القطاع. شركة أدوية عملاقة وشركة تانية متخصصة في أبحاث معينة وتالتة مثلا في التوزيع، وهكذا. فبيبقى عنده تنويع داخل القطاع نفسه، وده بيزود درجة الأمان أكتر وأكتر. دي فعلا نقلة في التفكير، من مجرد حلم بدخول قطاع معين لامتلاك حصص صغيرة متنوعة في أكبر شركاته. وده يخلينا نفكر كمان في البعد النفسي للموضوع ده. المصدر أشار لنقطة إحساس بالشراكة الصغيرة، صح؟ بالظبط، ودي نقطة عميقة ومهمة جدا بيلمح ليها المصدر. الشعور اللي بيتولد عند الشخص اللي ماشي بالطريقة دي مش مجرد إنه بيحوش فلوس وخلاص، لأ، ده بيبدأ يحس إنه بقى فعلا شريك صغير في الشركات الكبيرة دي، الشركات اللي كان بيقرأ عنها في الأخبار، اللي يمكن كان بيتمنى يشتغل فيها، اللي بيستخدم منتجاتها كل يوم. فجأة بقى ليه مصلحة مباشرة في نجاحها، حتى لو المصلحة دي صغيرة جدا في البداية. يعني لو أنا مثلا بحب شركات التكنولوجيا وبستخدم تطبيقاتها طول اليوم، بالطريقة دي ممكن بدل ما أنا مجرد عميل بيدفع اشتراك، أبقى شخص ليا نسبة في الشركة نفسها وبستفيد لما تكبر. الفكرة كده بالظبط، والمصدر بيوضح إن ده بيغير علاقة الفرد بالشركات الكبيرة وبالقطارات الاقتصادية بشكل عام. بدل ويشوفها كيانات بعيدة وضخمة، بيحس إنه أقرب، إن ليه جزء منها، ملكية جزئية. وده في حد ذاته ممكن يبقى دافع قوي للاستمرار، دافع إنه يقرأ أكتر عن القطاع، يتابع أخباره، مش بس كمستهلك، لأ، كشريك صغير. الطريقة دي فعلا بتخلي فكرة الاستثمار في القطاعات الكبيرة اللي زمان كانت حكر على ناس قليلة قوي في متناول شريحة أوسع بكتير. بقاش لازم تكون مليونير عشان تبدأ تستثمر في أسهم شركات عملاقة. يبقى لو حبينا نلخص كده الخلاصة المركزة من رحلتنا في المقتطفات دي، المصدر بيقدم لنا مسار واضح بيقول إن الاستثمار الجزئي شراء حتت صغيرة من الأسهم عن طريق البورصة،
ومع الالتزام باستراتيجية بسيطة زي ال DCA اللي هي استثمار مبلغ ثابت كل شهر بانتظام، ده بيفتح الباب واسع قوي لأي حد تقريباً إنه يبدأ يستثمر في القطاعات اللي بيحبها أو مؤمن بيها، حتى لو البداية بمبلغ رمزي زي ال1000 جنيه شهرياً اللي كانت في المثال. الحاجز النفسي والمال الكبير اللي كنا متخيلينه، المصدر ده بيقول إنه ممكن نتخطاه. بالظبط كده. الفكرة مش بس إنها طريقة ممكنة، لأ، المصدر بيطرحها كطريقة عملية ومنظمة ومناسبة جدا للي عايز يبدأ ومش عارف إزاي، أو للي فاكر إنه لازم يبقى معاه ثروة عشان يبدأ. وده بيوصلنا لنهاية استكشافنا للمصدر ده النهاردة، وزي ما تعودنا بنحب نسيب المستمعين مع فكرة أخيرة كده للتفكير، حاجة تبني على اللي اتكلمنا فيه بس يمكن تروح لأبعد شوية. إزاي ممكن النوع ده من الالتزام طويل الأمد يغير مش بس الوضع المالي للشخص ده؟ أكيد هيتغير تدريجيا، لكن كمان إزاي ممكن يغير فهمه هو نفسه للقطاع ده وعلاقته بيه؟ هل ممكن مع الوقت ومع زيادة حجم الاستثمار والمعرفة اللي بيكتسبها يتجاوز مرحلة إنه مجرد شريك صغير ويلاقي نفسه بقى عنده رؤية أعمق، أو حتى صوت ممكن يكون ليه تأثير بشكل أو بآخر في المجال اللي بدأ فيه بحاجة بسيطة قوي مدفوع بشغفه؟ ده سؤال عن الأثر المركب للمعرفة والفلوس والالتزام على المدى الطويل، أعتقد يستحق التأمل فعلا.